محاولة باتجاه موراتا، تغيير اتجاه اللاعب داخل منطقة الجزاء، فاسكيز وكرة بدري يا ميرينجي. الله على موراتا، جميلة تمريرة من موراتا، تحرك ذكي من فاسكيز، ونهاية سعيدة لريال مدريد. ولسه في الثلاث دقائق الأولى من أحداث اللقاء، لا يريد أن يتوقف القطار اليوم، يريد أن يسرع، يريد أن ينطلق بذات القوة والسرعة ريال مدريد. الكرة من لوكاس، وبعد ذلك في انتظارها النجم الكولومبي الكبير خامس رودريغيز. شوفها مرة أخرى من لوكاس، لمست على ما يبدو في المدافع في ركبة، بعد ذلك خامس وفي شباك غرناطة. بدأ أنها من المدافع. على أي حال انطلقوا بقوة، ضربوا المدافع من الدقائق الأولى، ودائما رودريغيز يتجاوزون الدقائق الصعبة الأولى. لوكاس على جهة اليمين، لوكاس عرضية أخرى داخل منطقة الجزاء، عدت من موراتا. كوينتراو يستلمها، يلعبها عرضية، فرصة بالراس الثاني. يا حريف، خميس واحدة باليمنى، خميس أخرى باليسرى. رودريغيز هذه المرة بالراس، وثاني لريال مدريد. ميرينجي جميل، وهدف ثاني مع العشر دقائق الأولى في اللقاء. تقريبا خلصوا على غرناطة في 10 دقائق. شوف كوينتراو اللي حياته كلها في الدكة. أجمل عرضية وأنا خميس بالراس في منتهى الروعة، جاء من بعيد. الله على خامس رودريغيز، هدف ثاني لريال مدريد وقت الحاجة. خامس يلبي النداء دائما لزيدان ولريال مدريد، على الرغم من أنه يريد دقائق أكثر من اللعب في الدكة أغلب الموسم، ولكن عندما يلعب بالراس أمسى على الجهة اليمنى، خطيرة لدانييلو داخل منطقة الجزاء. دانييلو كرة عرضية وكرة يا ولد، الله يا موراتا، والثالث للميرينجي. أي كرة يا مدريد، أي تمريرة يا دانييلو، أي تسديدة جميلة يا موراتا في سقف المرمى، أي بدلاء عند ريال مدريد. هدف ثالث في منتهى الروعة من جانب موراتا. ريال مدريد روعة. دانييلو طلب الكرة من جانب موراتا، وتسديدة بعد ذلك في شباك يوتشوا. ريال مذهل حتى في البدلاء، حتى بدكة البدلاء. ريال مدريد مذهل بصراحة، لأنك تشاهد عمل جماعي كبير وكرة قدم مثيرة ممتعة. كيف لا يكون ريال مدريد مذهل وفي دكة زين الدين زيدان؟ كيف لا يكون مذهل ومن يدرب؟ ذكر متعة، كرة لماركو اسينسيو، خطير على حدود منطقة الجزاء. اسينسيو لموراتا، فرصة للرابع. موراتا عدى بالكرة، والرابع يا مدريد. يا موراتا، ما هذا يا موراتا، ما هذا يا زيدان؟ رباعية مدريدية، لمسة في منتهى الروعة من الفارو موراتا. لا تبكين، انسي مباراة اليوم وفكري في مستقبل غرناطة، ولا تنسي، ياك أن تنسي أن اليوم مباراة ضد ريال مدريد مع هذا الكم الهائل من النجوم. شوفها من الفنان ماركو اسينسيو. موراتا 1 على 1، ذهب المدافع أدراج الرياح، وذهبت الكرة إلى شباك يوتشوا، وذهب ريال مدريد للرابع، واقترب من انتصار ثمين، وجعل الليغا مشتعلة في جولاتها الأخيرة، والتنافس كبير، والأهداف لموراتا، ثاني أهدافه في مباراة الليلة. الفارو موراتا هدفين، خامس رودريغيز هدفين، 4 مدريد 0 غرناطة.